السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جيتكم فيديو جديد نشارك معاكم وصفة البقلاوة بكل أسرارها وكيف الكاوكاو يجيكم ما فيهش الريحة. إن شاء الله تكون عجبكم فيديو، ديروا جيم أبوني فضلا وليس أمرا. هنا عندنا 4 كيلات تاع فارينة، يكونوا نوعية جيدة، نختاروا نوعية جيدة تاع الفارينة نحطوها هنايا ونزيدوا لها مغرفه صغيره تاع لافاني وقرصه تاع الملح باش تعزز لنا النكهه. هنا عندي كيلة سوسوه تاع السمن، بعد ما ذوبته وخليته يبرد شويه يدفى، حق ما يدفى هذا مكان ونخلطوا بها الفارينه، ندخلوا مليح هذاك السمن في الفارينه ونحكوه مليح بين يدينا باش نتحصلوا على نتيجه جيده. بعد ما نحكوها مليح نجيبو هنا نخلطوا مزيج ما بين الماء وماء الزهر، نخلطوهم كبير مليح، نخلطوا الماء والماء الزهر وندفوهم شويه في الميكرووند ولا في الكاسرونه ونلموهم باش ما يديرولناش هذوك الحبيبات. ولا داروا لكم هذوك الحبيبات ما تخافوهمش، عادي في الماشينه كنحلوها في آلة التوريق تولي تنعجن وتولي ما يبانوش كامل وما يديرونجيكمش كامل. شوفوا هنا اني لايمتها، ولازم تكون العجينه شويه طريه ما تكونش يابسه، ندلكوها مليح ونخلوها تريح هذه العجينه ليله كامله. شوفوا هنا شحال دات لي الماء والماء زهر ما دات لي بزاف. هنا جبت هذه السنيوه تاعي فيها 30 على 40 سنتيمتر، دات لي كيلو تاع الكاوكاو، 200 غرام سكر وشويه تاع لافاني. والسر من اسرار هذا الكاوكاو باش يعطيك هايله هو نلموه بالماء ورد، نفتلوه ماشي نعجنوه، نفتلوه هكا بيدينا والماء ورد يعطيكم احسن نتيجه. ما تحسوش بلي كامل بلي كاوكاو، جربوها وردوا لي الخبر في لي كومونتير وتشوفوا النتيجه اللي حين تحصلوا عليها. ما ورد ينباع كيما قرعه تاع المزهر. هنايا جبت شويه تاع المايزينا، هذيك العجينه بعد ما باتت ليله كامله رحت درتها كويرات هكا باش تساعدني في العمليه، ماشي معناتها كويره كل وحده دير لكم ايطاج، لا دير، حنا نديروها هكا باش نسهلوا علينا العمليه. هنا جيت هنايا درت الفويطاج، نحل كل كره بالمايزينا نطويها ونعاود نحلها ونعاود نطويها ونعرضها هكا باش تعطينا نتيجه شابه. ماشي ما تروحوا ديروا لي بقلاوه هكا تسرعوا فيها وتجيكم سهله، هذيك هي بقلاوه جبنينه. قد ما تتعبي على البقلاوه قد ما تجيك نتيجه هايله. انا هنا عندي الماشينه تاعي هي الكبير هو 1 والصغير هي 9، نفوتها في 1 في 5 في 9 ونقعد نكرر في نفس العمليه. شوفوا هنايا العجينه تاعها، شوفوا الطوع تاعها نخدم بها ما تتقطع لي ما والو وتعطيكم نتيجه احسن. ولا درتيها صباح خدمي بها عشيه، ولا درتيها في الليل خدمي بها صباح، لازم لكم هذه العجينه تريح مليح. شوفوني حليتها في 9، هو عندي الرقيق كامل ونحل طول ين ثم عرض، هي نديرو شغل عمليه زائد. وكل ما نحل هنايا شوفوا بقات لي شويه هنا في الطرف، اني قطعت العجينه وراني جبدتها، هي تنجبد غير تجبدوها راهي تنجبد لكم. هنا يعني درت السمن وحده، ما درتلوش زبده، سمن وحده وندهنها ونرشها بالمايزينا. المايزينا تعطينا تقرميش، تساعدنا في الفويتاج، تعطينا احسن نتيجه. وهنا يعني نعاود نكرر، نقعدوا نديروا فيها هكاك شغل عمليه زائد، مره طوليا مره عرضيا حتى نكملوا من تحت نديروا حتى 8 ايطاج ومن الفوق نديروا 7 تاع لي زيطاج. هكا حتعطيكم نتيجه هايله، ما تجيكم هذيك البقلاوه العاليه بزاف، تجيكم هذيك الرقيقه، تجيكم نتيجه هايله. شوفوا هنايا اني دوك نعاود ندير العكس تاع اللي درتها الاولى. هاو الفيديو راه يوضح لكم، هاو موضح في الصوره هكا. اني زدت دهنتها كم نعاود ندهنها بالسمن والمايزينا. هاي هنايا التاليه هذه ما ندهنوهاش، كي نجي نديروا الحشو ما ندهنوهاش، ما نديروهاش السمن باش يلصق لنا في العجينه، ونكونوا درنا الحشو قبل ما نديروا هذا الإيطاج الاول. نكونوا هنا وشوفوا هنايا نجيبو نديروا له التيست، لا صبناه مازال مندي ما نزيدولوش الماء ورد، ولا صبناه نشفنا نزيدوا له قطرات من الماء ورد. هنايا نسووه هذاك الكاوكاو فوق الحشو هكا، ونقعدوا نستفوا فيه ونسقموا فيه هكا عيننا ميزاننا باش نعطينا السطح تساوي، باش ما تجيناش حبه من الجهه طالعه ومن حبه هابطه.
هاكا نزقموه غير بالعقل، ناخذوا راحتنا فيه. وبعد ما سويته ندير له قطرات من السمن، نعاود نكرر نفس العمليه كما درت من تحت 8 من الفوق ندير 7 ونكمل. والتاليه هذه الورقه التاليه نفتحوها، ما نفتحوهاش في 9، نفتحوها في 6. ومن بعد هنايا قطعتها بالحلال ونعاود ندخلهم الاطراف بالموس باش ما ينحرقوناش في الكوشه. هنا جبت القطعه مربع مستطيل، تجيبوا هذاك المقروطه تاع الزمان اللي حبيتوها ديروها. هنايا جبت هذا المربع نطراسي به هكا باش يجيني سهل في التقطيع ويعطوني كامل حبات متساويه. هنايا ندخلها اشوف كيف، ومن بعد هكا يجيني سهل التقطيع. نرشمها مليح ونقطع هكا ونساعد روحي بالموس يكون شباب. هنايا هاي بعد ما قطعتها جوني مربعات شابين، ندهنها بالسمن ونخليها هنايا تبات ليله كامله. ما نخليها ماشي نطيبها فم غدو من ذاك نطيبها. نشعل الفرن على 160 درجه وندخلها ونقعد نقلب فيها باش تعرفوا باللي البقلاوه طابت لكم. تزغد لكم في السنيوات تولي تتحرك، قطعي مرصوص صغير من الطرف وتجبديها تصيبيها باللي طابت لك. شوفوا هنايا بعد ما عسلتها وباتت ليله كامله واحده اخرى، وهكا شوفوا كيف راهي، شوفوا كيف طابت هايله، جات بزاف هايله وجيت تقرمش، تجي مورقه، تعطيكم احسن نتيجه. هذه سنيوات دات لي كيلو و200 غرام عسل، والعسل درتو عسل منزلي تصيبوه عندي في القناه. وهنا دات لي كيلو تاع الكاوكاو وكيلو 200 غرام فارينه. انا درتها لكم على 30 على 40 سنتيمتر. شوفوا هنايا خرجت لي معسله هايله. خلطت لها شويه العسل تاع الحانوت غير شويه ماشي بزاف، واحد 200 غرام. ان شاء الله تعجبكم الفيديو، ديروا لي جيم ابوني فضلا وليس امرا. في فيديو اخر ان شاء الله، سلام.